اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اجمعوا حالا عشاق البيتزا يجمع حالا عندي هنا. احنا هنعمل النهارده بقى صينية بيتزا. احنا عجلنا قبل كده عجنت البيتزا معاكم، فالنهارده بقى هنعمل صينية البيتزا. تمام. بصوا انا جبت كتف فرخة قطعته صغير كده عشان ايه واحنا بنوزعه على الصينية يقضي. تمام. واحدة واحدة مع بعض وهنعملها سوا. انا مسخنه الزيت اهو وهننزل بالفراخ بتاعتنا. انا محيقاها على فكره، حاطه لها الملح والفلفل الاسمر. كنت سايباها في التلاجة لمده ساعتين، لازم تاخد الطشه دي كده. يعني تحط لها الملح بتاعها والفلفل الاسمر طبعا بعد بقى ما نغسلها وننقعها في ميه وليمون وحبه سكر وحبه ملح المحلول بتاعنا. بعد كده بقى نشطفها ونديها ملح ونديها فلفل اسمر ونحطها في التلاجة لمده ساعتين. شايفين انا مقطعاها صغير ازاي عشان ايه تملى الصينيه. خلاص هي نشفت من الميه بتاعتها. هننزل بقى عليها بايه بقطايه. انا ماسكه قطايه مقشراها ومقطعاها مكعبات كده. ننزل عليها الاول عشان تاخد بقى ايه طعم القطع الحلو الجميل ده. حبايب قلبي شايفين بقى القطايه ايه ما بقتش باينه عشان ما نحطهاش ايه على العجينه بتاعتنا بتاعت البيتزا والطريقه ما تبقاش مستحبه، بس انا حبيت اخد طعم الايه طعم القوطه. ننزل بقى بالبصل بتاعنا، تبقى تحفه صدقوني بالبصل ده هتحبوها جدا. نديها برضه تقلبتين. شايفين لونها بقى احمر ازاي؟ القطايه عملت شغل برضه. اعملوها صدقوني كل يوم هيطلبوها منكم على طول، هيقولوا لكم كل يوم اعملوا لنا بيتزا. ننزل بقى بالايه بالفلفل الالوان بتاعنا. على فكره انا مقطعه قرن فلفل حامي عشان تبقى حاميه اهو. بصوا صغنن اهو مش باين اهو، مقطعاه صغنن قوي عشان يبقى متوزع على الصينيه كلها. هو ده بقى براحتك يعني حسب الرغبه، احنا بنحب اصل حاجه حاره. هما تقليبتين بس لان الخضار ده كله بيستوي جوه الفرن. انا مولعه الفرن على فكره عشان تدخل سخنه مولعاه. تقليبتين بس كده وايه وهنقفل عليها. اكيد الريحه واصله لكم بقى، دي طالعه اهي جميله. الفلفل لما اتحط والبصل والفراخ عملت ريحه جميله. انا عارفه ان هي واصله لكم. خلاص كده هنقفل عليها لان زي ما قلت لكم الخضار ده بيستوي جوه الفرن، مش محتاجه نار كتير. هي كده خلاص. هنحشي بقى حبايب قلبي. احنا بنعمل بقى الصلصه اللي ندهن بيها البيتزا بتاعتنا. بصوا انا بسخن زيت اهو وهنحط اهو فص ثوم. ننزل عليه بقى بالصلصه بتاعتنا.
اهم حاجه بقى ما تنسوش الزعتر. الزعتر ده بقى بيعمل شغل جميل في البيتزا. اهو شايفين، اهم حاجه الزعتر. من غير الزعتر البيتزا ما بتبقاش بيتزا. الله ريحته جميله. اهي خلاص خلصنا الصلصه بتاعتها. شايفين جميله ازاي؟ عارفين هي جميله ليه؟ عشان انتوا معايا. نرفع عليها بقى سيبها تبرد عشان نعمل البيتزا بتاعتنا. شايفين العجينه بقى وجمالها؟ احنا عملناها قبل كده مع بعض. ننزل بس الهواء بتاعها كده. بعد كده بقى ايه هنرش شويه دقيق على الايه هنا كده. وبعدين نقطعها بقى ونحطها هنا شويه. يا حبايب قلبي طلعنا طبعا ايه منها الهواء الاول. دي هتعمل ايه؟ هتعمل صينيتين كبار. تمام. هنقطعها كده. قطعناها اهي وهنسيبها كده شويه عشان ايه العجينه ترتاح، عشان لسه ايه لسه عاملاها اهي. نغطي عليها بقى نسيبها ترتاح شويه. نسيبها ايه 5 دقايق كده. تمام حبايبي وحبايب قلبي وحشتوني. جبت الصينيه اهو دهندها زيت اهي. وهنحط بقى العجينه الجميله بتاعتنا دي ونفردها بقى. بصوا لو ما اتفردتش معاكم ممكن نغطيها ونسيبها 5 دقايق هتفرد. بس هي شكلها ماشيه اهي. ما جابتش الاخرها هنغطيها كده 5 دقايق كده وهتفرد معانا. تمام. هنسيبها 5 دقايق بس. على فكره انا مولعه الفرن من اول ما بدات ان انا ايه اجهزها. لازم تخش على فرن سخن. شايفين بقى كده بقى بتفرد بسرعه ازاي معاكم ايه. ما تفردش معاكي غطيها وسيبيها 5 دقايق بس هتبقى جميله كده. توسطنيها كده بايدي اهي. فردت بقت جميله اهي. فردت بكل سهوله. شايفين الجمال؟ العجينه احنا عملناها مع بعض قبل كده، عجينه البيتزا. اما تعمليها مره واثنين وثلاثه مش هتتعودي، مش هتحتاجي عارفه، مش هتحتاجي مقادير ولا اي حاجه. ليه بقى؟ ايدك بقت فيها. هتعمليها على طول. انا بعملها دلوقتي من غير مقادير. احط اللبن واروح عامله الدقيق ايه حبه حبه لغايه لما تمشي معايا العجينه وما تلزقش في ايدي. اوقف الدقيق. يعني هتبقي استاذه فيها ان شاء الله. ريحه الصلصه بالزعتر والثوم تحفه تحفه. وزعيها كده. نحط بقى حبه جبنه موتزاريلا مش كتير. شايفين الجمال؟ يعني انت بقى هتنقلي المحل ببيتك كده هتبقى اقوى من المحل فيها. شايفين الفراخ بقى وجمالها بقى تحفه بالفلفل الالوان تحفه. توزعيها برضو كده. هندخلها بقى الفرن بتاع 10 دقايق كده. وبعد كده نحط لها الايه الجبنه الايه الجبنه الموتزاريلا بعد ما تطلع من الفرن. الفرن اهو يا حبايبي بتاع 10 دقايق والفرن سخن زي ما قلت لكم. حبايب قلبي اهو انا طلعتها اهو. بصوا ما قعدتش الا 10 دقايق وهوريكم.
بصوا الجمال، شايفين الجمال استوت اهي. تمام. هنحط بقى الايه الجبنه بتاعتنا. هنولع طفيت انا الفرن من تحت، وهنولع ايه الفرن ايه الشوايه من فوق بالجبنه بقى. الجبنه بتاعتنا بقى نفردها كده ونحطها بقى ايه على الشوايه من فوق. نغطيها كلها بيها كده. حبايبي انا فاتحه عليها الشوايه يعني. ايه رايكم بقى في صينيه البيتزا الجميله دي؟ يلا بقى نقطعها مع بعض. طريقه وجميله. عايزه السكينه دي ولا ايه؟ طريه اصلها، طريه قوي. خلاص تعالى هنشوف غير. شايفين الجمال؟ شايفين البيتزا وجمالها؟ عشاق البيتزا بقى يجمعوا عندنا حالا بقى. خلصنا البيتزا اهو. ولو عجبتكم البيتزا بتاعتي ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.